بعد فوز النادي الاهلي على النادي الوداد وحصوله على لقب دوري ابطال افريقيا، في كام نقطه كده حابب ان انا اتكلم فيهم بعد المباراه، كام نقطه فنيه وكام نقطه كده بخصوص الجماهير، لان بصراحه بقيت شايف ان المشجع المصري بقت عنده مشكله كبيره جدا جدا جدا، وان السوشيال ميديا بالذات بتأثر بالسلب بشكل كبير جدا. وفي ناس كتير بتحب تركب الترند حتى لو على حساب ناديها، حتى لو على حساب لاعب، حتى لو بشيء غير اخلاقي، ما عندهمش اي مشكله، المهم ان هو يركب الترند وخلاص. وبعض كتير او جزء كتير من الجمهور بيحب ينتصر لوجهه نظر وخلاص. وانا شايف ان ده زي ما بقول بقى يأثر بالسلب بشكل كبير جدا. خلونا ندخل في موضوعنا على طول. قبل ما ندخل في موضوعنا بس عايز ابارك لكل الاهلاويه، ان انا يمكن مش اهلاوي لكن في كام نقطه مخلياني سعيد جدا بفكره فوز النادي الاهلي بالبطوله دي. فخلونا نسلم بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. وخلونا كده نصلي الاول على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وندخل في موضوعنا. بعد المباراه كان في لقاء من مراسل بين سبورت مع قفشه. لاحظ ان قفشه كان واحد من اللاعبين متعصب جدا وهو بيتكلم مع المذيع، وكان باين ان اللاعب مستاء من حاجات كتير جدا، اولها انتقاد الناس الكتير دي وانتقاد الناس دي بشكل دايم. وزي ما بقول دي مشكله السوشيال ميديا في الوقت الحالي، ان ناس كتير بتحاول ان هي تنتصر لوجهه نظرها، فتلاقيه دايم في انتقاد اللاعب، دايما بيحاول ان هو يصطاد للاعب اخطائه، دايما بيحاول يصطاد للنادي اخطائه. فدي بتكون مشكله كبيره جدا، او انا شايف ان دي مشكله كبيره جدا. بص كمان على لاعب زي علي معلول، بعد المباراه انهار من البكاء بسبب برضه كم الانتقادات اللي اخدها بعد مباراة الذهاب او الخطأ اللي اخطأه في مباراة الذهاب، على الرغم انه من العادي انت كمشجع لسه في مباراة عودة كنت المفروض ان انت تدعم لعيبتك بدل ما انت كنت تهاجمهم بالشكل ده. لكن واحد زي علي معلول اتعرض لكم هجوم شديد جدا 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 من الجماهير على السوشيال ميديا. وزي ما بقول ناس كتير جدا بتحب تركب الترند حتى لو على مصلحة ناديها. يعني اي مشجع اهلاوي المفروض ان هو ما كانش، مش ده الوقت اللي تضغط فيه وتوقع او مثلا او تفك الصف فيه. لا، المفروض ان انت كنت تدعم لاخر للمباراه النهائيه وبعد كده بحاسب. لكن فكره الحساب بالشكل ده لا، انا شايف ان ده مجرد ركوب ترند، انا شايف ان ده مجرد انتصار لوجهات النظر حتى لو كانت صح او كانت غلط. بعد المباراه على طول ناس كتير شفتها على السوشيال ميديا برضو بتتكلم ان الفرقه لازم تتفوق. يا عم افرح بالبطوله، يا عم افرح بالبطوله حضرتك دلوقتي، بعد كده قول اللي انت عايزه، سيب الناس تفرح بالبطوله بعد كده قول اللي انت عايزه. ده برضو نوع من انواع ان انا لا، ان انا شخص بقى عبقري وان انا ليا وجهه نظر مختلفه وان انا مش عارف ايه وقلبي على النادي هو برضو موضوع ركوب ترند وموضوع انتصار لوجهات نظر حتى لو كانت غلط. فكل ده انا بشوفه في المجمل بقت في حاجة غريبة في تشجيعنا لكرة القدم، وبقينا نشجع كرة القدم بشكل سيء جدا 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 جدا. والحاجة كمان اللي انا حابب اتكلم عليها، ناس كتير بتنتقد سواء كولر بقى او اي مدرب اجنبي بيجي مصر، عايز المدرب الاجنبي ده يجي تاني يوم يبقى خطة اللعب بالنسبة له كده بقى عبقرية. انا عايز اقول لحضرتك مثلا جوارديولا اللي العالم كله بيقول عليه عبقري، قعد 6 سنين عشان يقدر يوصل للفورمه دي او للماتيريال دي او الشكل اللعب ده الجميل اللي حضرتك شايفه. قعد 6 سنين وغير كم لعيبه مهول جدا وصرف كم فلوس مهوله. انت عايز من كولر المدير الفني للنادي الاهلي وهو بيدخل فكر جديد اصلا على لعيبه النادي الاهلي او الكره المصريه عموما، ان هو ينجز الكلام ده كله في سنه واحده؟ طب ازاي يعني؟ ده لسه حتى اللعيبه ما حفظتش، لسه اللعيبه ما خدتش فتره اعداد، مفيش، لسه مفيش اي حاجه، ده لسه حتى الموسم في الدوري ما انتهاش عشان تقولوا الراجل ده مثلا ما قدرش ان هو يعمل. وغير كده فاز باكتر من بطوله بنفس اسلوب اللعب ده. فانت عايز منه ايه؟ ايه فكره ان انت عايز الراجل ينزل من الطياره بكره يبقى اسلوب لعبه متطبق والدنيا؟ طب ازاي؟ مين في الدنيا بيقدر يعمل ده؟ فكل انا بقول في بقت عندنا مشاكل كتير جدا بصراحه في تشجيعنا لكره القدم. انا ما اعرفش انا صح ولا لا، لكن ده اللي بقيت اشوفه. بقيت اشوف يعني حاجات وافعال غريبه جدا من اغلب جمهور كره القدم دلوقتي، سواء اهلاويه زملكاويه. هي المشكله بالنسبه لي في المشجع المصري عموما دلوقتي، لا بقيت اشوف فيه مشاكل كتيره جدا. في النهايه الف مبروك للنادي الاهلي، بس كنت اتمنى ان لاعب زي قفشه او معلول او اللعيبه دي كلها تكون سعيده اكتر من كده بانتصارها، ان اللعيبه ما تتحملش ضغط نفسي. ده في الاخر بشر زينا زيهم، يعني ده هو مش آليين مثلا، لا في الاخر بشر زينا زيهم. واكيد الكلام ده بيأثر في نفسياتهم ونفسيات عائلاتهم و الى غيره. فكره الانتقاد اللاذع والاستمرار في الانتقاد و الى غيره، انا بقول دي من يعني من مساوئ السوشيال ميديا ومن مساوئ بصراحه ناس كتير زي ما بقول كل همها تركب الترند وبس،
وكل همها فكره ان هي الانتصار لوجهه النظر، فكره ان انت ما بتديش، او ان انت لما تيجي تقول على كوره ان هو مدرب مشروع، المشروع ده انت عايزه بين يوم وليله، طب ما تسيبه يكمل ويشتغل. ده برضو مش عارف الجمهور بقى فيه ايه، لا الجمهور عايز المدرب ينزل من على سلم الطياره تاني يوم يبقى بيطبق افضل تاكتكس في العالم. الف مبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره. انا زي ما قلت يمكن مش اهلاوي، لكن في سبب معين مخليني سعيد جدا بالبطوله دي، والسبب بصراحه هو علي معلول. ما كنتش اتمنى ابدا ان لاعب زي علي معلول يتقال عنه في يوم من الايام انه خسر بطوله، او النادي الاهلي خسر بطوله بسبب خطا من علي معلول. بصراحه راجل من احسن اللعيبه اللي احنا شفناها في الكره المصريه في الفتره الاخيره، مفتاح لعب ولا اروع، اسيستر ولا اروع. فلا ما كنتش اتمنى ابدا 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 ان النادي الاهلي يخسر بطوله بسبب الراجل ده، ويتقال عنه مستقبليا ان النادي الاهلي خسر البطوله دي بسبب او بخطا من علي معلول. فالف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لعلي معلول.